السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الصفارة بعد نهاية مباراة الزمالك وماتش بتروجيت. نهاية مؤسفة جدا في مباراة الأشبه المباراة النسيان. مباراة ماتش وحش أوي لكل الفريق، أداء غير مرضي بالمرة. وشوط أول ما جاش الزمالك ما جاش زي ما قلنا الماتش اللي فات. أنت بتلاعب فرقة كلها عليها ضغوط، كل واحد لعيب خايف ياخد إنذار. انا شايف، انا قلت لك زي الماتش اللي فات، انت كمدرب لازم تبقى فاهم ان انت اللعيبه تفكر في الماتش اللي جاي، وانت تفكر في الماتش اللعيبه تفكر في الماتش ده، وانت تفكر في الماتش اللي جاي. انت مفكر، انت اللي عملت العكس. اللي حصل العكس، اللعيبه فكرت في الماتش اللي جاي، وكله خايف يضغط على الكوره، كله خايف يلعب التحامات. وانت وانت اللي بتلعب على الماتش ده، مش على الماتش اللي جاي. شايف اداء غير مرضي بنسبه كبيره لكل اللعيبه اللي كانت بتلعب في نادي الزمالك. ده وحش جدا من زيزو، اللي تولى الاخطاء بتاعته هجمتين كان ممكن يخلصوا الماتش في باريحيه، وتبدل وتعمل اللي انت عايزه. علامه استفهام كبيره على مدرب لسه جاي جديد ما بيلعبش اجانب. مش عارف ازاي يا جدع يفهموني. انت لما تيجي تجيب مدرب جديد لازم تقعد معاه تتكلم معاه. انا عندي واحد اتنين تلاته، انا لسه جايب لعيبه اجانب عايزين نشوفها. مش معنى ان انا مش جاي من لعيب تيجي تقول لي اصل انا ما شفتوش قبل كده وما فيش فيديوهات. ما انت شفته قبل كده في انديه تانيه. مش ده الماتش ده مش ماتش، ده مركز شباب كانت بتلعب بتروجيت. وده نادي الزمالك، انت بتلعب بدفاع، بتلعب متاخر، بتلعب وحش. مفيش برضو تسديدات على المرمى، لعيبه مش موجوده. عمر جابر مختفي في طول الماتش اصلا. انا مش عارف ان هو بيلعب. لما حصل التبديلات في الدقيقه 67 بحسب عمر جابر طلع مكان اصلا ما ونزل احمد محمود. ده اللي انا كنت فاكره لسه بيلعب محمد عاطف. لقيته مطلع لي خالص بره التشكيل خالص. عمر جابر، احنا كنا بنلعب لأن ناقصين لاعبين. يا دي فرقه لعيب ناقصين لاعبين دونجا، وده لعيب كوره؟ امشي يا عم. ده مش لعيب كوره، ده انا بقول لكم ده مش لعيب كوره. ده لعيب شو، ده اصلا ما يلعبش. انا كنت بتمنى ان، يعني انا الفيديو اللي فات كنت بقول ومنزل ريفيو عن الفيديو، كنت بقول ان انا بتمنى ان دونجا ما يلعبش عشان هيلعب ماتش الاهلي، عشان يبقى هياكل النجيله. ولا هيلعب ماتش ولا هياكل نجيله، وهيطرد وهتبقى شغلانه من كتر النفسنه والسفر اللي هو فيه. لعيب خد دقيقه 84 بيشتمني لعيب تاني. ايه يا عم ده؟ وده ماتش؟ انت مش عارف تجيب جون في بتروجيت، مع احترامي ليها يعني مش عارف تجيب جون فيها. ازاي؟ ما اعرفش. قايل لكم مليون مره خلي بالكم من عشان خاطر ما اسمح لهم ان هم يشوطوا من بره ال 18 كتير. غلطة عبد الله السعيد، اللي غلطة الشاطر بألف عدى منه ودونجا عدى منه، لف منه. ده لعيب ستة؟ ده لعيب نمرة ستة؟ ده أنا صيفت. أنا صيفت من كتر إن أنا كنت في حالة الدم اللي أنا كنت فيها. مش كده يا جدعان. دي مش فرقة، ده مش أداء أصلا. دي مش فرقة. نبدأ الشوط الأول. يا يا جدعان مش كده. لازم ابقى قاعد مع يا جدعان، انا نادي الزمالك، انا جايب مدرب كبير ومفيش تدخلات ومفيش اي حاجه، مفيش مشكله. بس انا لازم اقول له، انا لازم اشوف اللعيبه اللي انا جايبها عشان خاطر انا بعمل واحد اتنين تلاته. مش كده. اقعد اتفرج. اقعد اتفرج وابدا ماتش الاهلي. يعني انت قول له يبدا باللعيبه ديت واتفرج عليهم عشان تعرف هتلاعب مين. انت معكش فيديو. خلينا نكمل. زي ما السوشيال ميديا بيقول، وده بيقول، وده بيقول، وده بيعمل كل حاجه. خلينا معاهم في الاخر. انا دلوقتي جاي مدرب. دي لعيبه انا شفت لها فيديوهات وبتلعب في نادي الزمالك حلو كده تمام. في لعيبه ما جاتش، يعني اللعيبه اللي لسه جايه جديد دي ما لعبتش خالص في نادي الزمالك. المفروض ان انا اعمل ايه عشان اعمل ماتش الاهلي؟ اللعيبه دي ليها فيديوهات وعارفين ان هي لعيبه كوره، اللي هي هتعرف تلعب. انا عندي نظره من الفيديوهات اللي لاعبين 12 ماتش 13 ماتش. خلاص انا عارفهم، ممكن اتفرج على فيديوهاتهم او في التمرينه اللي هي جايه، اللي هي قبل ماتش الاهلي، ان انا اعرف ايه اللي جاي. العب مين بقى؟ العب الجديد اللي انا عايز اشوفه في ماتش زي دوت، هيعرف هيعمل لي ايه. طبعا مفيش. أداء سيء من كل المقاييس. الدقيقة 13 الجزيري، يا لهوي، الجزيري عمل حتة في الهجمة بتاعت الدقيقة 13 ديت. كتعة مفيش حد عارف. ده احنا هنلاعب الأهلي الماتش الجاي. يا جدعان اتفرجوا الناس بتنهي الكرة ازاي. مش كده. مش عارف ينهي الكورة، مش عارف ينهي الهجمة جوه ال 18. انت مش عارف تنهيها. مفيش كده. مفيش شوطة من بره، مفيش أي حاجة. وقال لي التيشيرت، قال لي وانت خارج. ده تيشيرت كبير عليك فعلا، والله تيشيرت كبير عليك. انا مش عارف اصلا هم مدوك ليه وجددوا لك ليه. احنا قلنا يا جدعان والله الجزيري مش هتشوفه غير في اخر الموسم. اخر 9 ماتشات اللي جايين دول بتاع الدوري. اتفرج على الجزيري هيبقى عامل ازاي. هيبقى لعيب كوره، هيبقى لعيب مهاجم، هيجيب اجوان، هيعمل. انما ده
عبد الدقيقة 13 زي ما قلت الجزيري وحشة أوي أوي. الدقيقة بعديها الدقيقة 15 عبد الله السعيد قاطع قطعة، ولا لعيب عنده 20 سنة يا جماعة. يعني جري من نص الملعب راح قطعها من لعيب، لعيب تقيل. عرفت انا ليه بقول كذا مرة ان احنا عندنا المنتاليتي بتاعت الفكر. المنتاليتي بتاعت الفكر واقعة للعيبة اللي طالعة، مفيش فكر عندهم. لعيب جاي لي حالق لي ومروق لي وبتاع، وهيطلع وهيبقى حديث الساحة كمان شوية ب 100 مليون، لان هو شايفين ان هو اصلا اداء ده في كورة. عبد الله السعيد اداله متقشرة يلعبها في السقف. ملهاش حل تاني. لعبها في السقف، لعبها لي في الضيقة وبره. يعني انت لعبها في الضيقة وبره ازاي؟ وده لعيب كورة؟ ده انت طالب 100 مليون جنيه. انت طالب 100 مليون جنيه عشان خاطر ان انت ماشي. هقول مثلا ايه، الناس زي ما بنقول او احنا بنقول او الناس كلها بتقول اصل زيزو معهوش لعيبه بتقويه او تديله او تعمله. دول هجمتين. انت محتاج لعيبه معاك عشان تعمل هجمتين، ده مديها لك قدام الجول. اعملها له، اعملها على جوه في السوكه في البعيده. يلعبها في الضيقه وارضي، الناس كلها بتشوط فوق، هو لعبها في الضيقه وطلعتها بره. ايه ده؟ هنيجي لها بعدين في الدقيقة 17 الكرة برضو تتقطع من الزمالك ويجيبها عبد الله السعيد في كل مرة. مش عارف محمد السيد ودونجا يا جدعان ده. الدقيقة 23 هجمة محدش عارف ينهي الكورة. ده اللعيبة كانت بتتعازم على بعض. الدقيقة 23 الكورة جت للجزيري، بعد كده عملها وضاعت من الكورة. مش عارف انا مش عارف اتكلم على ماتش ايه. وده ماتش يعني انتوا شايفين ان ده ماتش اصلا حد يطلع يتكلم عليه؟ ده ماتش، ده فرقه دي لعيبه كوره. الدقيقه 24 ضربه جزاء. سيبكوا بقى ان هي ايه ما اتحسبتش، يعني خلينا ان هي ما اتحسبتش، وان الكوره اصلا لو كان الفار جايبها له بالزاويه اللي من ورا، اللي هي من الكاميرا اللي بالجنب زي ما جابها في الاوت. جابها الكوره اللي في الجنب زي ما جابها، عادها اول مره بعد كده ما اتعادتش تاني نهائي من مخرج المباراه. كانت هيعرف ان هي جايه في دماغه. يا سيدي مش ضربه جزاء، مش مشكله، هي كده كده مش عادي يعني. حتى لو كانت ضربه جزاء، ما انا عارف ان زيزو ده ما هي ناقصه. خلينا في الاخر، خلينا بقى يعني نروح للنقطه الاهم. مين بقى اللي جايب، مين اللي شايط اصلا؟ يعني انت الكره زي دي مين اللي شايطها؟ المفروض مكانه، يعني يبقى مكانه وحسام عبد المجيد ده هو هيرجع، لان الكره خلاص بالتالي بتتقطع، ما انت هترجع خلاص. مين بقى اللي واقف يعني حسام عبد المجيد واقف مكان مين؟ واقف مكان دونجا ومحمد السيد الاثنين. يعني هو المدافع اللي المفروض يرجع هو واقف مكانهم، وجاب ضربة جزاء وما اتحسبتش. مفيش مشكلة، كده كده عمر الدور الدين ده ولا مش عارف ايه. يا جدعان عايزين ايه من حكم مباراة بعد الماتش بتاع النادي الاهلي كان بيتصور مع امام عاشور هو ومراته وهو قالع؟ هتعوزوا ايه من الماتش؟ يعني عادي بالنسبة لي. موضوع مش هو ده يعني مش هي دي اللقطة. الحمد لله ان هو ما ادكش كام انذار طرد لك ولا اللعيبة هي دي دول اللي هيلعبوا الاهلي. يا نهار اسود. الدقيقة 26 ده شوط أول. إيه ده؟ ده الكورة ما جاتش وربنا ما جت. الدقيقة 26 هي من الدقيقة 24 لحد الدقيقة 26 الفار بيشوف كورة بدقيقتين، بقاله دقيقتين بيشوف كورة. يعني أصل إحنا ما طب أنت بتشوف إيه؟ هي الكورة متعادة قدامك، أنت بتشوف إيه؟ ما يا هتحسبها يا إما تشوف زاوية تانية. أنت شفت الزاوية التانية قلت ده ممكن تتحسب، فما أصلا ما جبتهالوش. يعني أنت هو أصلا المفروض الحكم الفار لما الفار لما بيطلب الحكم بيطلب زاويه. طب وما فيش زوايا تانية؟ يقول له في اصبر اجيبها لك، فيعرض له الزاويه التانية. دول ما اتكلموش اصلا. يعني انا حاسس ان هم ما اتكلموش زاويه التانية ايه وبتاع ايه ومدرك ايه، وهو راجع بيعمل كده. ايه بيعمل كده؟ مش فاهم. ايه بيعمل كده؟ يعني انا المفروض اعمل كده وانهي لمسي واعمل كده هو؟ لا ده التاني طب انت اصلا عارف ان هي لمسه يد. حاجه بصراحه في الدوري، ما زي ما قلنا احنا ده 28 هجمة لبتروجيت. اللعيبة كلها واقفة بتتفرج عليها. اللعيبة كلها واقفة بتتفرج وهي بتتعمل الهجمة. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ده يا عم ده دونجا ده مش لعيب كورة يا جدعان، والله بالونة. بالونة مليانة هوا. ده مش لعيب كورة، ده ما انسوه. 30 الدقيقة 30 محمد السيد انا شفت له كورة.
ده لعيب ناشئ، يعني ان هو لعيب شاب طالع من الناشئين مش قادر يجري. يعني انت اصلا المفروض ان انت، والله بجد انا مش عارف اقول ايه بجد. لعيب طالع من الشباب مش قادر يجري. ما انت بتعمل ايه في التمرينات؟ يعني انت بتعمل ايه في العامل البدني بتاع اللعيب؟ بتاكله ايه؟ بتنيله ايه؟ مش والتاني بيتصور لي، التاني بيتصور لي مع يا عم اقعد بقى يا عم. يا عم هو في كده؟ محمد السيد مش قادر يجري على الكوره، الدقيقه 32 حتى ده دونجا عمل بيس باص. يعني انا اصلا الفيديو اللي فات قلت دونجا بيلعب الكوره عشان خاطر الاحصائيات بتاعت الابلكيشنات، لما هو بياخد منها سكرين شوت ويروح ينزلها، بيعمل بيعمل الاحصائيات بتاعت الابلكيشن عشان ينزلها. الماتش ده كله دونجا غلط. هو بس بيعمل كده كل ما الكوره يعملها يروح. يا ابني انت شغال في اشاره مرور، انت شغال في اشاره مرور. مفيش كده، والله يا جماعه مفيش كده. دي مش كوره عامه، يعني دي مش كوره. دي مش ده مش لعيب يلعب في نادي الزمالك يا جدعان. والله التيشيرت تقيل عليه، تيشيرت كبير عليه. ده كان بالونه، فده بالونه واحنا اللي مليناها له في هوا. ده بقى فاضي. الدقيقة 35 الجزيري بيطالب بلمسة يد من لعيب غير معتمدة من دماغه. يعني بعد كده مع الفار ما جابلوش التانية. يا عم اقعد بقى يا عم. انت كمان الجزيري بيقع ساعات، بيقع في كور ملهاش أي 30 لازمة وحاجات، يعني حاجات غريبة. وربنا، انت هقول لك على حاجة. لما الميتاليتي بتاعت اللعيب نفسه، اللعيب المهاجم عندك، اللعيب المهاجم ان هو بيفكر ما يشوتش على المرمى ويجيب ضربة جزاء، اضمن ليه من ان هو مش واثق من نفسه. هو مش واثق من نفسه ان هو يعرف يجيب جون. بتلعبه ازاي هو مش واثق من نفسه ان هو يعرف يجيب جون؟ انا لعيب دلوقتي كوره مهاجم، انا ما عنديش ثقه في نفسي ان انا اجيب جون. العبه ليه؟ لعيب عمال يقع علي عشان خاطر ضربة جزاء. انا مش هادي. ما انا ممكن اجيب ضربة جزاء وتضيع. يبقى انا كده عملت ايه؟ لا 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 لا. والكرة 36، يا لو الدقيقة 36 بقى دي، الدقيقة 36 اللعيب عدى من بنتايج كان المساحة عنده فري ادي. فري، فري والله يقول فري. عارفة يا سداح مداح، ده بحر واللعيبة والمراكب شغالة. حمل يا ابو عمو. اه والله ده مش ده ما. ده 36 عملت هجمة لحرس الحدود. حسام عبد المجيد بعد عن الكورة، خايف تيجي في ايده، هي اصلا مش ناحية ايده. بعد عن الكورة، يعني الحمد لله ان هي طلعت بره. اللعيب الزحلق بتاع بتروجيت عليها، وان الحمد لله ان هي طلعت بره. اتزحلق عليها، الحمد لله ان هي ما جاتش جون. حسام عبد المجيد وهي بتتشاط بعد عن الكورة، خاف انها تيجي في ايده. مع انت واخد انذار، لو خدت انذار تالت هتتحسب ضربة جزاء. واخد هتاخد انذار، فبالتالي مش هتلعب ماتش الاهلي. فانا بخسر، فانت مديله تعليمات. اوعى يا حسام، اوعى يا حسام، اوعى القطر يا عم الحاج. ايه يا عم ده؟ هو في كده؟ ما تلعبوش اصلا. انا قلت يا جدعان انا متعاقد مع مدرب اجيبه. انا دلوقتي عندي اللعيبه ديت. انت مش عارفهم، انا اللي عارفهم. اللعيبه دي واخده انذارات ولاعيبه مهمه وادائها جيد، وانا اللي مقيمهم، وانا وعندي نظره ليهم. فما ينفعش تلعبهم الماتش ده عشان خاطر ما ياخدوش انذار او يبقى في اي التحامات. ما ينفعش تديهم انذار ولاعب لعيبه مكانهم. يعني اصلا دي مش لعيبه كوره، يعني ده ماتش مش انا مش عارف بصراحه الضغط اللي هو اللي عامل كده، ولا عدم الاريحيه في اللعب، ولا ايه مش عارف. دقيقة 39 يعني الجزيري بيألف في الكورة. أنا لو وريتكم أنا كاتب إيه، والله العظيم الصفحة دي تتقفل من بدايتها. والله بكلمكم بجد، الصفحة دي هتتقفل من بدايتها. يعني هي أنا مش عارف. في الدقيقة 46 محمد السيد وقف. الدقيقة 46 محمد، يعني هو الحكم لسه ما صفرش، هو مدي الحكم دقيقتين. في الدقيقة 46 محمد السيد وقف في نص الملعب ما قدرش يكمل. قال لهم لا كفاية عليا كده، أنا مسموح لي ألعب 45 دقيقة، إنما الدقيقتين دول أنا هفضل واقف متفرج عليكم في الملعب زي عمر جابر زي دونجا. يا جدع إيه ده يا جدع ده أقسم بالله بفتكر عمر جابر ما بيلعبش. والله بفتكره ما بيلعبش. أنا بدور، أنت عارف أنا بعمل إيه؟ أنا بدور على شارت الكابتن في إيد مين عشان أعرف هو عمر جابر بيلعب ولا لأ. مش ده حتى الكاميرا مش جايباه. يعني أنت فين في الملعب وأنا مش عارف. يعني هي الكاميرا مش لقطاه.
الشوط التاني انا عايز اقول لك استنوا بس تقييم اللعيبه. الشوط التاني الدقيقة 45 يا لهوتين. أول ما بدأ الماتش كرة خطيرة في مرمى الزمالك وهتصدى لها صبحي يعني بطريقة مش عارف بصراحة. أنا ده مش ماتش إن أنا بصراحة أتكلم عليه. ده ماتش سيء 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 يا جدع. إيه ده؟ هي دي لعيبة؟ الدقيقة 54 زوزو بيمثل في الكورة بيمثل والله يا جماعة، بيمثل. عايز ضربة جزاء يعني. أنا هقول لك على حاجة. ما هو يا إما أنت مش عارف تعمل اللي المدرب قايل عليه، فانت عايز تجيب ضربة جزاء، يا اما المدرب مش قايل لك تعمل ايه، فانت مش لاقي حلول تخترعها فعايز تجيب ضربة جزاء. هو ما عنديش حل غير الاتنين دول. انت مش عارف تعمل اللي المدرب بيقول عليه. انت مش عارف تعمله في الملعب، فبالتالي عايز تعمل اي حاجه تجيب بيها ايه، تلون بيها الاداء بتاعك. يا اما المدرب ما بيقولش حاجه، مسك اليومين دول ما قالش حاجه، او نلعب يا عم خلي المركب سايره، العب على نهج جروس. بس انت جاي في اصلا يعني مفيش كده بصراحه. عايز منها ضربه جزاء وبنتايج لعبها بطريقه وحشه قوي قوي. عايز 100 مليون. 100 مليون على ايه يا عم؟ 100 مليون ايه ده؟ بنتايج بعتها لك، ده فيك بعتها لك متقشره متقشره متقشره، ومفيش مدافعين معاك. مفيش. حط بطن رجلك، انت حطيت وش رجلك خليتها طلعت فوق. حط بطن رجلك هتلاقيها رشقت في يا اما في حارس المرمى يا اما في المرمى. انما تحط وش رجلك عملت كده، انت عملت كده. ايه ده؟ هتحط اعملها كده. ما اعملها كده. انتوا هتجننوني. انا اتجننت ورا ده الا ده. واحنا انت عارف احنا لو لعبنا بالاداء ده في ماتش الاهلي احنا هنخرج بنكسه، والله هنخرج بكارثه. الدقيقة 57 اتعملت 1 2 من محمد عاطف لمحمد السيد لعبد الله السيد. اجمع وانت الدقيقة 57 ولا انا بقى خلاص من دماغي لفت. التبديلات اللي انا اصلا اتلخبطت فيها. ده انا عايز اقول لك انا قاعد بتفرج على الماتش، احنا ما لحقناش نشوف التبديلات من المخرج، وما لحقتش اعمل ايه بقى. يعني انا كمان قناه اون سبورت ما عرفتش هو مين اللي طلع. يعني هي ما نزلتش. اقول لك على حاجه، انا متابع الماتش ساعات على جوجل. يعني انا عندي جوجل وعندي البتاع. جوجل لما دخلت عليه عايز اعرف مين اللي نزل عشان اكتب في الورقه، انا دخلت على جوجل ما كتبش غير تبديلين. كتب محمد اللي ما اسمه ايه، كتب ناصر منسي بديل الجزيري ومحمد حمدي مكان محمد السيد، ونسي ان محمد عاطف طلع ونزل احمد محمود لان هو ما شافش مخرج المباراه. مش دي 74 رأسية من زيزو بالمقاس، هي الكرة الحسنة الوحيدة اللي في الماتش كله. يعني اللي هو عملها، يعني هو عمل كرة واحدة هي دي وما جاتش. في العالم كله الكرة دي بتيجي في العارضة تنزل تترد في حارس المرمى تخش جون. عندنا احنا مليون مرة مليون مرة تخش تضرب في العارضة تنزل تطلع بره. عايزين نشوف حل. دقيقة 76 مش عارف والله. ده 76 هجمة من بتروجيت. يعني الكرة هو بيعملها عرضية، الكرة لفت راحت لإيد صبحي. ده أنا بحمد ربنا أنا قاعد بتفرج على الكرة عملت كده، يعني عملت سويرف وراحت في إيد صبحي. وصبحي كان سايب الجون كله. يعني هو حتى يعني صبحي أصلا هو غير موفق لأن هو طالع بدري قوي. أقول لك على حاجة، طالع بدري إيه؟ ما هو أنت في توقيت معين لحارس المرمى هو ده الصح. انا معلش في الكلمه، وانا بعمل العرضيه ما اطلعش. ما انا ممكن وانا بعمل العرضيه بدل ما هي تعمل سويرف دي تخبط في اللعيب اللي واقف قدامه وترجع تخش في المرمى. ما انت سبته كله براح. انت ما سبتش الكره تطلع في الجو، انت اسرع منها. سيب الكره تطلع في الجو وروح. انت اسرع منها، بوكس على طول وخش برجليك على اي لعيب. كده كده انت حارس مرمى. انا مش عارف انا بتكلم بقول ايه. انا بقول لهم اللي بيعملوا اللي هيعملوه. امال يعني مش عارف.
دقيقة 78 دونجا. والله يا جدعان انا كاتب دونجا خطر على الزمالك. والله دونجا خطر فعلا على الزمالك. ده بيعمل كل النقلات غلط. والله الماتش كله نقلاته غلط. ده خطر على نادي الزمالك ان هو يلعب كرة تاني. ده يقعد دكة. يقعد دكة يفوق. ده يقعد دكة يفوق. الناس كلها بتنتقده وعارف اداؤه وحش واداؤه سيء وكل حاجة، وخارج لي مع بن شرقي عزمه في فندق. يا عم يا جدعان الفكر يا جدعان. يا جدعان الفكرة انت في مصر. انت هنا في مصر كل حاجة كل حاجة متاحة وكل حاجة متشافة وكل حاجة بتتصور وكل حاجة بتتعلن وكل حاجة بقت انت عليك اثبات. انت ضريبة ان انت بتاخد ملايين، هي دي الضريبة. ان انت تاكل اكل احنا ناكله عادي وانت ما تاكلوش ليه؟ عشان تقدر تعدي في الملعب. خروجاتك ما ينفعش تبقى في اماكن انت نفسك تروحها بس مش قادر تروحها عشان خاطر انت ما ينفعش تبقى موجود هناك. احنا نبقى موجودين عادي، انما انت هتقارن نفسك بايه بينا؟ يبقى انت ما ينفعش بتاخدش ملايين. تاخد ملايين ليه؟ ما انا باكل اي اكل وبروح اخرج في اي وقت وبعمل اي حاجه وبنام متاخر وبنام. يبقى اروح ليه؟ خلاص بقى، يبقى تاخد ملايين على ايه؟ طالبين بايه؟ انا مش عارف بصراحه. دقيقه 88 سوري، دقيقه 84. انا كاتب انا كاتب اي 7 اي. حرفيا كاتب اي 7 اي يا زيزو. انا كاتب كده، انا كاتب اي 7 اي يا زيزو. كرة عبد الله السعيد مديها لك انت والجون. والله انت والجون. انت والجون فعلا. تشوطها في الضيقه وبره. بره. يا اخي ما تشوطهاش، مش عايز تشوطها، ما اعملها عرضيه. انت والجون وبره. تمثيليه تمثيليه، وانت اصلا مش قادر تلعب كوره ولا عايز تلعب ومخك برضو بره. مخك بره. دقيقة 88 طلوع عمر جابر. اقسم برب العزة انا ما كنت عارف ان عمر جابر بيلعب. والله ما عارف ان عمر جابر بيلعب يا جماعة. الله اكبر الله اعظم. والله ما عارف ان عمر جابر بيلعب. حتى ده مش موجود في الكاميرا. انت عارف يعني ايه لعيب اصلا مش ظاهر مع اللعيبة؟ مفيش، مش كده. دقيقة 94 هدف بتروجيت. دون طب عبد الله السعيد يعني مثلا اقول ايه؟ ما هو انت في لعيب بيغطيك. انا لعيب، انا اصلا انا عايز اعمل هجمة. انا عايز اعمل هجمة فانا هجري. يعني انا عبد الله السعيد هو عايز يعمل هجمه فانا هجري. عشان اعمل ايه؟ عشان ابقى افضي مساحه ليا عشان لما تتقطع من اللي ورايا او حد يقطعها اقوم عامل انا ايه؟ اقوم جاري بالكوره. فاللعيب عدى منه. اقوم انا عامل ايه بقى يا عم دونجا؟ هتزحلق على اللعيب. هتزحلق على اللعيب واحط رجلي في الكوره. ما هو في وشك. هو لعيب في وشك. هو اللعيب اصلا في وشك. بتخش عليه. ما تتزحلق على الكوره وخدها بعد كده اعملها للسعيد على طول وهو يجري هجمه مرتده. لا، ده لعيب، ده داخل له بطوله. داخل له كده. قام واخده ورا منه وهو واقف يتفرج عادي. حتى ما مسكوش من التيشيرت، ما عملش اي حاجه عشان طبعا خايف ياخد انذار. عدى منه. شاطها شوطه كوره جول. يعني بص، من اصلا هو مش اللعيب اصلا مش مصدق ان هو جاب جون في الزمالك زي كده. ان هو عدى من الاول والتاني ومشيتها جاب جون، هو مش مصدق. اللعيبه اللي بره والمديرين الفنيين والاداره كلها مش مصدقه ان هم جابوا جون في الزمالك بالشكل ده. انت بقى عشان انا لعيب كبير، لعيب عندي ميتاليتي، لعيب عندي مخ. اول ما سنطرت الفرقه كلها اروح اديت الكره لعبد الله السيد. عبد الله السيد عامل اسيست من نص الملعب لناصر منسي. شوف الاستلامه. هو لعيب ضعيف بره البوكس لان هو ما بيقدرش يجري يا جماعه. في لعيب جوه البوكس عمرو زكي، في لعيب بره البوكس ميدو، في لعيبه كده. في لعيب بتشوط من جوه ال 18 بروفيشنال. بره ال 18 انسى. وهي محدود لهم بالظبط 10 متر 15 متر اللي يلعبوا فيهم. انت هو ده في مهاجمين كده وفي مهاجمين كده. هو ناصر منسي استلم الكوره نزلها واتصاد منه ولا وحط حط نفسه في ظهر اللعيب. حط يعني هو حط المدافع في ظهره وحط حارس المرمى قدامه. شمال يمين انت وقعتني، هو وقعني ضربه جزاء يا اما اجيبها جول. حل من الاثنين.
ما انا خلاص، انا حطيتك في ظهري، يا شوطها واجيب جون، يا اما تخبط في حارس المرمى وحارس المرمى يطلع عليا اخد منه ضربة جزاء وجاب جون. دقيقة 95 بعد عبد الله السعيد. يا جماعة يا جدعان، يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ يا جدعان عليا انا مش عارف اصلا هم ادوا رجل المباراة للعيب بتاع بتروجيت ليه؟ ده عبد الله السعيد عامل كل حاجة في الماتش، والله انا ما عارف. نرجع طبعا الفقرة الأهم، أو مش الأهم، الفقرة أنا كده كده لسه بادئين يعني بنتكلم جديد. أنا اتحرق دمي والله، والله اتحرق دمي من أصل ده، مش بقول لكم كتر حرقتي في ده حرقة الدم. أنا اتفرجت على الماتش بنص كوم. نيجي تقييم اللعيبة. صبحي في حراسة المرمى واحد، كده كده ما جاش عليه هجمات كتير، بس أنا كنت هديله صفر. يعني أنا كنت هديله أكتر من، يعني ما كنتش هديله صفر، كنت هديله أكتر من واحد. يعني انا كنت هدي لصبحي اكتر من واحد، بس بطعنه في الكوره. يعني انت المفروض دلوقتي انا نادي الزمالك، انا اعمل ايه؟ امسك الكوره العب على طول عشان انا لسه متعادل، عشان عايز اجيب جون. انا عايز اجيب جون، لا ده بيمسك الكوره ويبطأ ويبص ويعمل. واو ايه ده يابا؟ انت بتاع بتروجيت، مع احترام، مع احترامي الكبير لبتروجيت، يعني انا اسف. بنتائج صفر. لا مش ده بنتائج. لا اللعيب وقعوه، جايبين لعيب فت وبوم وبص وكل حاجه في الكوره، وقع. ولعب اخر 20 دقيقه من الشوط الثاني. بس برضه هديله صفر ان هو كان عليه ضغط في الشوط الاولاني، مش ضغط يعني ما. بس برضه مش عارف هديله صفر. هو اصلا هو خايف برضه ياخد انذار، هو لو خد انذار مش هيلعب ماتش الاهلي. مش عارف، مش عايز التحم جامد قوي. انا برجع ورا، بغطي مع الونش وبغطي مع حسام عبد المجيد، عشان خاطر ما ينفعش ان انا التحم، عشان خاطر محمد عاطف هو اللي بينزل بيلتحم مكاني، عشان خاطر ما اخدش انذار. ما هو ده اللي انا قلته، ده اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، ان ما ينفعش تعمل كده عشان خاطر ما تاخدش انذار. ما هو البنتايج لو واخد اريحيه هتلاقيه بيعمل حاجات مع اللعيبه جبروت، لكن هو خايف ان اي لقطه ممكن تحصل الحكم يديله انذار فيها. ما تقوليش بقى اصل ذكاء ومش ذكاء. محمود مجاهد اهو، محمود جهاد ولا ايه؟ الماتش اللي فات اللعيب ما يستحق، ما فيهاش اي حاجه، واداله طرد. الونش هديله واحد برضو، وحسام عبد المجيد واحد. مش عارف والله. انا هدي بإنتاج واحد، مش هديله صفر بسبب الضغط النفسي او الضغط او العامل الفكري، ان هما المدرب اللي قال له خلي بالك ما تلتحمش مع اللعيبه، لان انا شفته بيرجع ورا 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 جامد. فانا هديله واحد وهدي الونش واحد. انا هدي كل اللي عليه انذارات بصراحه، مش هينفع ان انا اديهم صفر. الونش اداؤه كان في كام كرة برضه بيطلع يقطع ويعمل، فادي له واحد. صبحي واحد. عمر جابر صفر. ايه ده؟ ده اسوأ ماتش في تاريخ عمر جابر، بقول لك مش باين في الماتش. نبيل عماد دونجا امشي. انا مش هديك تقييم، انت اقل من ان انت تاخد تقييم. اه والله والله بكلمك بجد، انت اقل من ان انت ان انا ان مشجع زملكاوي. سيبك عشان انا لسه ما حدش يعرفني او مثلا اي حاجه، بس انا بقول لك انت اقل من ان واحد من جمهور الزمالك يقيمك، لان انت ما تستاهلش. صدقني انت ما التيشيرت والناس والمعرفه كتير على واحد زيك، لان انت استغلتها وبقت تحت. يعني احنا عملناك كده وانت عملت نفسك كده اهو. ايه ده؟ لا. محمد السيد صفر. عبد الله السعيد انا بقول لك اديله 8. ده هو الماتش كله والله، هو الزمالك 8. هتقول لي ليه؟ هتقول لي ما هياخد 6 هياخد 5. انا بقول لك راجل المباراه اصلا مع عبد الله السعيد. انا بقول لك راجل المباراه عبد الله السعيد، مش اللعيب بتاع بتروجيت. انا مش عارف هم اداهوله ليه اصلا. لعيب جاب جون اداله راجل المباراه، ما اعرفش على ايه. لعيب بقى عامل كل حاجه، راجع من اصابه وعامل ولعب 96 دقيقه من نار، وعامل اسيست من نص الملعب، وما خدش رجل المباراه. طبعا هي كده كده بتديها كده وخلاص. اصل انا عايز اعرف حاجه، هو انا ليه بعلن؟ ليه يعني يا سيدي ماشي، انت مثلا دلوقتي معلش في الكلمه،
انت الناس الماتشات اللي قبل كده انت بتتكلم في الدقيقة 80، الدقيقة 86، انت بقى هل علنت؟ لا. طب اللعيب جايب الجون الدقيقة 94 صح؟ الدقيقة 94 يعني انت اكيد مش معلن عليه قبل الدقيقة 94 يعني. ده 8 محمد عاطف واحد برضه هو بيلعب في ناحية غير ناحيته، هو بيلعب في ناحية مصطفى شلبي مش عارف. انا ما احبش الفتي في الكورة يا جماعة، والله ما بحب الفتي. انا راجل بلعب سيرد باك، بلعب مساك، بلعب ده ما يتلعبنيش لعيب من غيره. يعني يعني انا لعيب اشول، انا لعيب اشول ما اروح العب هناك، انا مالي. زيزو مكاني خلاص خليني قاعد. انا مش عارف اصلا هو زيزو كان بيعمل ايه، ده شويه يروح يمين ما بيعملش حاجه، يقوم جاي شمال مش عامل حاجه، يقوم رايح يمين فما يعرفش يعمل حاجه، فيقوم داخل هجوم فما يعرفش يعمل حاجه، فيرجع في النص ما يعرفش يعمل حاجه. زيزو صفر صفر. شيل صفر من المية اللي انت عايزهم، من 100 مليون. والله بكلمك بجد، انت اخرك شيل صفر من 100 مليون. يعني انا لو اديتك صفر على الكوره اللي انت حطيتها في الدقيقه ممكن ننزل من صفر من 100 مليون. فيوصلوا كام؟ ما اعرفش والله يوصلوا كام، ممكن يوصل 10 مليون يعني. انت صفر، زيزو صفر، اداء سيء. الجزيري انا عايز اشوف لقطه بس عشان انا لسه ما رجعتش السوشيال ميديا. هل هو قلع التيشيرت نرفزه ورماه وكده؟ اللي هو رماه بجد بجد بجد. عبد الواحد السيد ما يلعبوش كوره تاني، ما يلعبوش كوره في نادي الزمالك. ده يعني ده انا اوقع عليه عقوبه مليون جنيه، عقوبه مليون جنيه مع ايقاف لحد ما انا محقق معاه. مفيش حد بيرمي تيشيرت نادي الزمالك، يعني انا بقول له هو رماه. الجزيري صفر ايه ده يا اخي؟ يا اخي مش كده، دي مش كوره. محمد حمدي ينزلوا بعد محمد السيد بواحد، برضو مفيش ربط ما بينهم، ما بين عبد الله السعيد. يعني هو مفيش ربط ما بينه وما بين عبد الله السعيد. فمحمد السيد واحد، ناصر منسي اديله اتنين على الجون اللي عمله. هو عمل جون، هو عمل شكليه وكل حاجه. احمد محمود عمل اسيست جميل قوي لزيزو، لعيب ممكن يجي منه بعدين. يعني انا هديله برضه اتنين، لان هو لسه ما خدش الريتم. يا جماعه ركزوا، يا جماعه احنا هنلاعب ماتش الاهلي، ماتش الاهلي هيبقى ماتش جامد قوي. انا خلاص زوري انتحر، خلاص زوري، بص زوري وجعني بجد والله. يعني بقى انا خلاص اخري كده لان انا تعبت. ماتش يحرق الدم. وبص هو بص بصراحه ملخص الماتش كله لما الراجل عمل كده، ده مش اداء، ده لعب فاضي، فاضي والله فاضي. ده فرقه فاضيه. انت متخيل ان انت بتلعب بفرقه فاضيه، فاضيه. انت لو لعبت كده بالشكل ده قدام الاهلي انت. انا هقول لك على حاجه، مش عايز اطلع عليكم الفيديو بس حرام، حرام والله. استنوني في فيديو قبل مباراة نادي الاهلي، يبقى فيديو ان شاء الله يكون يبقى ليه ثمار في الملعب، او حد يشوفنا، اي صوتنا يوصل باي شكل من الاشكال. اتمنى تكون الماتش ده بعديه صحيان من لعيبة نادي الزمالك. اتمنى نلقاكم في فيديو جديد.